جربتي تعملي الحلو ده؟ طب ايه رأيك تجربيه؟ حلو جدا جدا ولذيذ، بياخدك في عالم تاني، بتقعدي تاكلي منه كده وبتنسي نفسك خالص خالص ان انت بتاكليه. بصراحة انا قعدت اكل منه ونسيت ان انا بصور، والله لولا ان ولادي فوقوني وقالوا لي يا ماما انت هتنك تاكلي وتنسي انك بتصوري. تحفة جدا جدا. سمي الله ونصلي على الحبيب ونشوف الحلو الجميل ده عملنا ازاي. متنسوش لايك ومتابعة على صفحتي على الفيسبوك، وكمان لايك واشتراك على القناة. اول حاجة نسمي الله ونصلي على الحبيب. معايا هنا لتر من الحليب، حطيت دي 3 معالق كبار من النشا. تمام كده، لتر من الحليب 3 معالق كبار من النشا، دوبتهم كده على البارد وهركنهم على جنب كده لحد ما ابدأ في الخطوة التانية. الخطوة التانية عبارة عن ايه؟ عبارة عن هنعمل كده كراميل ب5 معالق من السكر. حطيت 5 معالق من السكر وبهدي النار عليها وبسيبه يتكرمل. اول ما يبدأ ياخد لون بسيط من تحت كده ويبدأ يتكرمل، بروح جايه ابدأ اقلب فيه زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ ادوبه بالمعلقة واقلب فيه لحد ما يدوب. طبعا انا مهديه النار، ما تعليش نار عشان ما يتحرقش منك. تمام. بعد ما اتأكد ان كل حبيبات السكر دابت معانا واخد اللون الجميل ده، بنزل بقطعة من الزبدة، يعني حوالي معلقة كبيرة او معلقتين، يعني ما تزيدش عن كده. تمام. بدوب الزبدة كده بسيبها تسيح. مجرد ما الزبدة كده ساحت معانا، بنزل بالخليط بتاع الحليب والنشا اللي احنا دوبناهم مع بعض دول. بنزل بقى شوية بشوية، مش بنزل الحليب كله او اللبن كله، بنزل شوية بشوية. وطبعا وايدي التانية شغالة بدوب باستمرار، بدل اقلب باستمرار وفي نفس الوقت بنزل الحليب. ما تقلقيش لو حصل تكتلات او في قطع لسه ما دابتش، كل ده هيدوب. تمام. بدنك تقلبي باستمرار، ايدك مستمرة في التقليب لحد ما الخليط بتاعنا ده شايفاه بدأ يتقل اهو ويتماسك معانا. كل ده وانا بقلب هذا الخليط بتاعنا تقل تماسك، هيبدأ يقلب معانا اهو. شايفين كده السمك بتاعنا مظبوط جدا والخليط بقى جاهز. حلو قوي. عايزه تكتفي وتخليه بقى كده مفيش اي مشكله، يبقى طعمه لذيذ. عايزه تقسميه نصين زي ما انا هعمل دلوقتي، هاخد نص الخليط ده وهعمل نصه بالشوكولاته ونصه زي ما هو كده. يعني خدت كده نص الكميه، حط مثلا عليه ما يقلش عن 100 جرام من الشوكولاته. تمام. لو انت عايزاه ما يكونش لون غامق قوي، حط عليه 50 جرام من الشوكولاته بس. تمام. هجيب بقى بولات كاسات اللي انت عايزة تحط فيه الحلو بتاعنا الجميل الرهيب ده. بس مش بملاه، بخليه نصه كده او 3/4، يعني بسيب شوية، مش بملاه قوي. تمام. اللي هو الخليط الابيض ده وبسيبه وبرجع دقيقة بس، مجرد ما وشه يتشمع بسيط برجع احط الخليط اللي هو بالشوكولاتة ده عليه. بجد جربه، بجد انا من ساعة ما عملته واحنا عايزين ناكل منه كل يوم من حلاوته كده. بيخليكي تنسي ان انت بتاكليه او بتاكلي حاجة. ممكن تسيبيه كده، ممكن تزوقيه كده بقطع من الشوكولاتة زي ما انا عملت. جبت بشرة شوكولاتة وحطيته كده وزينته. بس سهل جدا جدا، 5 دقايق ولقيتني عملت حلو مش مكلف ولذيذ. والاحلى من ده كله انه طعم بياخدك في عالم تاني، تاكلي منه تنسي نفسك. شوف اعمل ازاي، تحفة تحفة تحفة. اعملوه بجد وقولوا لي رأيكم ايه، هيعجبكم قوي قوي. شايفة عمالة اكل وناسية ان انا بصور، وناسية خالص ان انا ناسية نفسي ان انا ماسكة الطبق ومش عايزة اخلصه، عايزة ده اكل منه كده كتير. يا رب يكون الفيديو عجبكم. جربوه وقولوا لي رأيكم ايه. واكتبوا لي في التعليقات، ولو ما عملش اشتراك ياريت يعمل اشتراك ويتشيروا الفيديو ده لأكبر عدد ممكن عشان الكل يستفاد. اشوفكم على خير. سلام عليكم.